بتبدأ يومك إزاي؟ وإيه الحاجات اللي بتعدّي على حواسك ال5 خلال اليوم؟ أنا عايزة أقول لكم إن في فترة من حياتي أنا كنت باعاني منها من القلق، ومن الحاجات اللي فعلًا حطيتها وأثّرت فيّا إن أنا غيّرت الwallpaper بتاعة الموبايل بجملة: "ولأن القادم بيد الله فتوقّعه جميلًا." فأنا كل ما أفتح موبايلي أنا عيني بتروح على الكلام ده، فوالله فرقت معايا جدًا. يعني لو أنت خايف وقعدت تقول لنفسك أنا خايف هتفضل خايف، ولو أنت كنت خايف وقعدت تقول يا رب طمني صدقني هتطمن. فاللي أنت بتقوله لنفسك اللي بيمر على حواسك خلال اليوم سواء حاجة بتشوفها أو حاجة بتسمعها دي بتصنع يومك، وقدام دي اللي بتصنع مستقبلك. اكتبولي في الكومنتات إيه الحاجات اللي أنتم بتعملوها تحاولوا تطمنوا بيها نفسكم، أو إيه الحاجات اللي بتمر على حواسكم خلال اليوم، سواء كلمة على مج أنت مختاره، حاجة wallpaper أنت حاططها هي بتساعدك إن أنت تبقى تحس أحسن، تنجز أكتر، أو بتفرق معاك في يومك. شاركوني بيها في الكومنتات.